ليه سنين بياكل كل حاجة. أهلا بكم يا جماعة. أولا أشكركم جميعا، أخيرا وصل 100,000 متابعين. شكرا شكرا. أنا عايش في مصر 5 سنين تقريبا. من أول يوم أنا جيت مصر هنا في الناس بيسألني ليه سنين بياكل كل حاجة. ليه؟ أنا مش عارف ما تسألنيش. بعدين أنا بفكر هو ممكن عشان الصين مكان كبير وعدد الناس كتير، عشان كده في ثقافة الأكل مختلف لكل مكان. مثلا في المغرب ناس بياكل حلزون، في السعودية ناس بياكل جراد ولحم طب يمشي في الصحراء كده، وفي مصر هنا الناس بياكل فسيخ. عشان كده الصين مكان كبير يجمع كل اكلات غريب في مكان واحد. انت شفت واحد صين بياكل حاجه غريب، بعدين تفكر كل الصينيين بيعمل كده اصلا. ولا اكل ده لمكان معين. بس انا برضه عايش في جنوب الصين، ما عندناش خروف كتير. انا اول مره جيت مصر هنا شفت راس خروف في الحلة ترتيب زي الطابور كده، يخوفني اصلا. خروف هنا. عشان كده هنا في واحد محل بيقول راس خروف بتاعه تحفة. يلا نروح شوف طعمها وسعرها تجربة على بعض ازاي. يلا. ايوه هو هنا. اكرش. لا انا عايز واحد سليم كده، ينفع؟ ممكن؟ هتاكلها هنا ولا ماشي؟ اكل هنا. طب اقعد. ماشي اقعد. هجيبها لك هي زي ما هي كده؟ زي ما هي. زي ربنا خلق كده. عينيا. ماشي. تطلع حل. اتفضل يا فنان. حاجة جميل. الله. صورني بقى انا. هات انا بقى. نشرب ويسكي أول. ويسكي. بسم الله ما شاء الله. شوف مين الحشوية. أوه. هنا جوهرين. معلش جوهر هنا. طلع لسان. هنا اللسان. أسنان خروف هو زي مشار كده. بص لسان. هم بيقول أشيلنا. بسم الله. مش عارف أوصف الطعم ده ازاي، بس جميل جامد. خروف كيوت أوي. لين ده تاكلها بس جميل لذيذ جدا. الله كبير. بسم الله. عايز افتح. وفتح مخ وكده. انا مش عارف هو كبير كده، ده واحد ممكن يكفي 2 أو 3 حتى 4 لو ما عليش 4 واحد يكفي. ممكن تيك اواي ده؟ عايز تيك اواي. هلف دول؟ لف دول. ماشي صح. الحمد لله خلصنا. شبعان جميل. انا هغسل ايدي دلوقتي بعدين اشوف بكام النهارده. صح المحل معايا. انت الاكل ايه رايك؟ والله جميل النهارده. اجمل راس خروف. حبيبي ربنا يكرمك. تسلم. شكرا. تسلم. سلام يا عثمان. سلام ليا. الحمد لله اكل جميل النهارده، واكل واحد راس خروف ب 600 جنيه. الاكل بصراحه كثير شوي عليا. انا حابب مصر في مثال بيقول ما يشرب والما أنا أحب مصر في مثال بيقول من يشرب ما نحن ما أنا أحب مصر في مثال بيقول من يشرب ما نحرني ما